لحظة من أشغال ملعب تيزي ويزو الأربعاء 30 نوفمبر 2022. أشغال خفيفة في السقف العلوي، أيضا التحسن في نمو العشب الطبيعي. لا يمكن الحكم على النوعية الآن. أيضا نحو بداية عملية المعالجة الضوئية للعشب. الأشغال الخارجية مستمرة كذلك بملعب التدريبات والمضمار ألعاب القوى. بعض الرتوشات داخل المرافق العمومية في نهايتها، وقريبا الملعب سيسلم إلى الواجهة أو الوجهة المشرفة على الملعب كشباب القبائل وأيضا البلدية تيزي وودسو. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، وإلى اللقاء.